ونعم الوكيل في الظالم واللي ظلمتنا وخدت حاجتنا وطالعه تتكلم علينا بعد خربتنا وشحتتنا وكانت قاعده في القاهره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم الصحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني من جوه مصر ومن بره مصر، جزاكم الله كل خير على متابعتكم الغالية ليه. والله بجد انا كان نفسي الفيديو ده يعني ما اعملوش خالص، لان انتوا اصلا متابعيني وعارفين ان شيري اسامه لا بتطلع اسرار بيتها، ولا لو عندي مشكله اطلع اقولها لكم، ولا كل ده مش بتاعي. انا محتوايا امشي فيه. ما انتوا ايه ذنبكم تسمعوا مشاكلي؟ ما حدش ليه ذنب، وانا برضو من ضمن التربيه والاحترام انا ما اطلعش اطلع اسرار بيتي قدام الناس. لكن في واحده حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، يقعد لها احنا هي اصلا منفصله عنها بقى لها 5 سنين، يعني من قبل ما اطلع على اليوتيوب اساسا ماشي، مش سايبانا في حالنا. اشمعنى لما جت الهدايا طلعت اتكلمتي؟ اشمعنى لما جت الهدايا طلعت اتكلمتي؟ طب انت اولا لو محترمه اللطخ اللي انت متجوزاه، لو محترماه مش هتيجي تتمحكي في ناس انت اصلا مطلعه منهم من 5 سنين واتجوزتي وخلفتي، وعماله اسكتها ولا خلاص سيبيه، معلش يا ماما، معلش يا ماما سيبيه، سيبيه لحد ما جه الوقت. النهارده قالت لي وحياه شدتي حماتي واقعه على رجليها اهي، رجليها يا جماعه والله واقعه على رجليها، ورجليها ورمه، وربنا وحده اللي عالم باللي فيها، وتعبانه. كنا بقى عند الدكتور، اقسمت بالله قالت لي مش راضين الظلم اللي انت فيه ده يا شيرين، احنا بنتشاكل مع بعض وبنزعل مع بعض، وعمرك ما طلعت اتكلمتي ولا عمرك عملتي ولا خليتي. دي طلعت ايه اللي هي بتقولوا فيك كده؟ والله ما رضيت يا جماعه. هي دلوقتي عايزه تتكلم معاكم وتسلم عليكم الاول. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير ويبعد عنكم المرض كله. الست اللي بتتكلم دي قليلة الادب وما تربتش، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. تطلع تحرق تولع في جسمها هي واللي اتجوزت وخلفت بقى لها 5 سنين بعيد عننا، خدت اكلنا وفلوسي وخدت كل حاجه. عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه؟ منها لله تستبر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. اللي بتتكلم دي يمسك لسانها. هي بتقول دلوقتي ان انا اللي خربت بيتها، هي كانت قاعده هنا اصلا. والله العظيم ما كانت معانا، العظيم ربنا. انا ست كبيره، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. انا ست كبيره والله. والحمار اللي بيتكلم معاه ده عاوز ايه؟ ده اتجوزت وجابت ولد، منه لله يستفر رخ، منه اللي شاف حاجه عشان يتكلم عليها. ده في ربنا كبير يخلص لي منها يا رب. جابت لي المرض كله منها. يا جماعه والله العظيم انا يعني انا مستاءه اصلا، ومستاءه ان انا اطلع اعمل فيديوهات اصلا على واحده احنا ما عادش لينا علاقه بيها. انت حاطانا في دماغك ليه؟ احنا ما لناش علاقه بيكي خالص. ما هو ربنا كرمه دلوقتي واتجوز وجاب ست محترمه. انتوا بتسمعوني اجيب سيرتها اصلا؟ انتوا بتسمعوني اصور عندها مره؟ اصورها حتى؟ ما بتشوفوش دي ليه بقى؟ كل واحد له خصوصياته وكل واحد له حياته، وده مبدئي، ده مبدئي. انا انزل اي حاجه لو فرح وحد قال لي يا شيرين بلاش كده، خلاص ليك حريه الاحترام، ما نزلوش خالص. لكن انت ليه انت مش عندنا اصلا. في كومنت بقى جالي اهو، تعالي يا ماما، حد كتب لي يعني، عشان يا جماعه حضرتك انتوا عارفين يعني ان هي برضه ست كبيره ومالهاش في الكلام ده. كتبت لي او باين كان باسم اختها بتقول ان انا بضربك في الشارع، بتخانق معاك وبضربك في الشارع. ده ستها شهاده امام الله يا ماما. والله العظيم 3 بالله العظيم يا، والقرآن بتاع ربنا. عمرك يا شين لا شتمتيني، هي اللي